السلام عليكم، جمعة مباركة عليكم جميعا. يا رب تكونوا دايما بألف صحة وخير. ويا رب في هذا اليوم المبارك تقرب لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وابعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس العافية احنا وانتم، آمين يا رب العالمين. النهارده بقى جيت لكم بعد صلاة الجمعة، طبعا كلنا أجازة والناس كلها عايزة تعرف تفاصيل مهمة جدا حصلت في الآونة الأخيرة. لسه امبارح كان في تصريحات نارية من حسام غالي، وكان جالي تعليق طبعا من الناس العزيزة عليا في القناة، وكانوا بيتكلموا عن ان احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر عن تصريحات حسام غالي. الحلقة دي ممكن تكون طويلة شوية بس كلها تفاصيل، يعني حلقة كلها تفاصيل مهمة. لازم كل الأهلاوية والناس اللي بتحب النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي يعرفوا التفاصيل دي، تفاصيل كلها متسلسلة مربوطة ببعض. عايزين نعرف إيه الحكاية وإيه القصة وإيه الرواية من بداية حسام غالي والمشاكل اللي كانت ما بينه وما بين الجهاز الإداري في النادي الأهلي. وهنعرف بقى أسباب حسام غالي كان متضايق ليه من إدارة النادي الأهلي. وهنتكلم برضو عن التصريحات اللي كانت امبارح. كان عامل برنامج بودكاست مع حد واتكلم عن تصريحات نارية. كانت حلقة طويلة جدا طبعا، حوالي ما تقارب من ساعتين، ولكن أنا لخصت لكم الساعتين دول وهقول لكم التفاصيل أو التصريحات النارية اللي الناس كلها بتتكلم عنها عن السوشيال ميديا والأخبار والحاجات دي كلها. طيب، نتكلم عن تصريحات حسام غالي امبارح في البودكاست. زي ما قلت لكم دي كانت حلقه طويله، كانت ساعتين. ايه اللي حصل بقى في خلال الساعتين دول، وايه التصريحات المهمه اللي قالها حسام غالي امبارح؟ ودي كانت بتيجي برضو يعني بعدها بساعتين، بعد الحلقه دي ما 12 تقريبا بكام ساعه في نفس اليوم كان في اجتماع الخطيب مع اداره النادي الاهلي، وهقول لكم برضو ايه اللي حصل خلال الاجتماع ده. طيب، حسام غالي زي ما احنا عارفين ان هو عضو في مجلس اداره النادي الاهلي. امبارح كان في برنامج بودكاست، المذيع بيتكلم معاه وبيساله اسئله وبتجاوب معاه طبعا. يعني في البدايه كان بيقول له ايه بدايه نشأتك فين، وتاريخك في كره القدم، رحت انديه ايه اللي حصل معاك. الحاجات دي كلها عاديه كلنا عارفينها. تاريخ حسام غالي طبعا معروف يعني. المذيع قال له احنا نسمع عن تحضير حسام غالي لانه يكون رئيس النادي الاهلي في يوم من الايام. انت بتسمع الكلام ده برضه؟ حسام غالي قال له ايوه بسمع كتير، ونفسي اخدم النادي الاهلي لانه فضله كبير عليا، والناس شايفاني في الحته دي. طيب جميل لحد كده، مفيش اي مشكله. المذيع قال له طب انت يعني شايف نفسك ان انت ممكن تكون رئيس النادي الاهلي في يوم من الايام؟ حسام غالي قال له اه ممكن اشوف نفسي رئيس النادي الاهلي، وممكن احقق طموح الناس اللي شايفاني رئيس النادي، وممكن احقق لهم اللي طول عمرهم بيحلموا بيه كنادي، ومبادئ النادي وشخصية النادي واسم النادي وكيان النادي، لاني حافظ ومتربي عليه. طيب، هنا طبعا كابتن حسام غالي يعني بيتكهن، كلامه في سياق كلامه ان رئيس النادي الاهلي كابتن الخطيب والمجلس اللي معاه مش بيطبقوا او يعني مش بيطبقوا مبادئ النادي وشخصية النادي وكيان النادي. يعني هو بيقول لو انا هبقى رئيس النادي الاهلي انا هحقق للجمهور اللي بيحلموا بيه من مبادئ النادي وشخصية النادي واسم النادي وكيان النادي. آه فده فيما معنى كلام حسام غالي في الحتة دي بالذات. طيب، كمل كلامه وقال بس لما دخلت موضوع الإدارة وشفت حقيقة النادي الدنيا، وشفت الموضوع جوه بوضوح اكتر، بحس دلوقتي اني مش قادر امسك سيف ودرع واخش المعركة.
وعندي الرغبة اني اكون رئيس النادي، لكن حاليا مش قادر ادخل المعركة دي بعد ما شفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب من الناس وصراعات كبيرة وقوية، والناس عندها رغبة في ان الشخص اللي الجمهور عايزه يبقى رئيس النادي يدوله كتف او خنجر. بس اهم حاجة حسام جالي ده الانطباع اللي متاخد عند الجمهور يبقى غلط، يعني عايزين يدوا انطباع غلط او وحش عند الجمهور لحسام غالي في انه يكون رئيس النادي الاهلي، وعايزين يشوفوه بصورة غير كده. طيب وعايزين يحطوا خنجر في ظهري، يعني عايزين يطعنوه في ظهره، وانا ما بحاربش حروب او معارك غير شريفة. الناس في الوش بيبقوا حبايبي وفي الظهر بيطعنوني. يعني هو شاف بخيانة ليه داخل النادي الاهلي، والناس بتحاربه جوه النادي الاهلي، مش عايزين ان هو يبقى رئيس النادي الاهلي في المستقبل. يعني زي ما تقول كده ان كل واحد بيدي كتف للتاني على الصراع على رئاسة النادي الاهلي. طيب دي كانت تصريحات من ضمن التصريحات اللي قالها في برنامج البودكاست. طيب انت دلوقتي يا كابتن حسام عندك مشكلة او مشاكل داخل النادي الاهلي وداخل ادارة النادي الاهلي، مش من الصح ان انت تطلع تتكلم في الاعلام وتقول له والله ده في مشاكل داخل النادي، ومجلس ادارة النادي الاهلي مش ده شخصية النادي الاهلي، ومش بيدي الانطباع بتاع كيان النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، ومش بيحافظ على شخصية النادي الاهلي والكلام ده كله ومبادئ النادي الاهلي. يعني انت كده بتطعن في كابتن الخطيب في مجلس ادارته اللي انت منهم. انت بتقول كده ان مجلس اداره النادي الاهلي الحالي مش بيحافظ على كيان النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. فانت كده يعني انت لو عندك مشاكل مع الخطيب او مع الجهاز الاداري داخل النادي الاهلي، انت ممكن تتكلم معاه في اوض مغلقه، لكن مش على الملأ كده في الاعلام. انت كده بتثير ضجه، بتعمل مشكله، بتثيرها للرأي العام، وده طبعا مش صح. قال له مين اقرب رئيس نادي في التاريخ النادي الاهلي بتحب ادارته داخل النادي؟ يعني بيقول له مين احسن رئيس نادي في التاريخ انت بتحبه وبتحب اسلوبه في الاداره. يعني حسام غالي قال صالح سليم، شخصيه النادي الاهلي هي صالح سليم، و يعني صالح سليم عنده رجوله وواضح وصريح، وبيكبر الناس اللي شغاله معاه، ومش بيبقى ضدك ايا كان هو القرار، ودايما بيدعمك. طبعا انا شايف ان هو بيرمي بالكلام ده على الخطيب ان هو مش بيدعمه وبيصغر الناس اللي معاه ومش بيشاركهم في اختيارات مهمة او قرارات حاسمة داخل النادي الاهلي. المذيع بيسأله بيقول له شايف ان كاس العالم للأندية والتعاقدات الكتيرة للاعبين ظلمت النادي الاهلي؟ يعني انت شايف من وجهة نظرك ان الاهلي راح تعاقد مع لاعبين كبار وصرف مصاريف كبيرة عشان يركز في بطولة كأس العالم ويخرج بشكل مشرف، ولكن في النهاية ده يعني مضمون السؤال، لكن في النهاية النادي الاهلي خرج ما فازش ولا ماتش، وخرج من الدور الاول من كأس العالم وما صعدش. ومن وجهة نظرك ده صح ولا غلط؟ حسام غالي قال هتخلينا نتكلم كده في السياسة، وده مكان غلط، ومش هقدر ان انا اجاوب على السؤال ده عشان هيبقى انتقاد بشكل او باخر لسياسة النادي ومجلس إدارة النادي. طب ما انت كده كده اتكلمت قبلها يعني وفضحت الدنيا، وقلت جوه النادي ان الناس بتدي كتف للي عايز ينجح، واللي عايز يبقى رئيس النادي بيطعنوه في ظهره، والناس في الوش غير الظهر. ويعني انا مش هخش معركة بالشكل ده. طيب طب ما انت كده كده اصلا صرحت باللي اسوأ منه وفضحت الدنيا. وكده كده كل نادي عنده مشاكل، مفيش نادي ما عندوش مشاكل، كل مجلس إدارة عنده مشاكل، ولكن الحنكة بقى ان انت ما تطلعش الكلام ده للإعلام وللرأي العام وتثير البلبلة.
فانت كده كده بتعمل حاجه وعكسها. مش فاهمك انا يا كابتن حسام. المذيع بيقول ايه بقى؟ انا والله بحب القصه دي وبحترمها، واني عارف اللي بيحصل خلافات جوه جوه النادي ما بين الاشخاص، ونادرا لما حد بيطلع ويتكلم قدام الناس. طب ما هو اللي معاك ده اتكلم يا عمي. طب ما استاذ المذيع حضره الاستاذ دلوقتي كابتن حسام جالي طلع اوريدي قبلها السؤال اللي قبليه على طول، واتكلم وقال ان شخصيه النادي مش موجوده. فيما معناه، ما هو قال لك انا لما ابقى رئيس النادي هرجع مبادئ النادي وهرجع شخصيه النادي وهحافظ على اسم النادي وي وي وي، فيما معناه ان دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده. فانتوا يا جماعه بتغنوا على بعض، انا مش فاهم الصراحه. ف حسام جالي قال هو ده النادي الاهلي. يا سلام، ان ممكن نقطع بعض في الغرف المغلقه، ولكن لما نطلع على الميديا عمرنا ما نجرح في حد ولا نقول اسرار النادي. امال انت قلت ايه يا كابتن حسام؟ يا كابتن حسام ما تتعبناش معاك يا كابتن حسام. طب ما انت لسه قايم من شويه وقلت ان في معارك جوه النادي وجوه الجهاز الاداري، والناس بتطعن في بعض وانا بطعن في ظهري وباخد كتف عشان ما اطلعش فوق طب ما انت لسه قايل الكلام ده حالا دلوقتي. فمش فاهمك انا بصراحه. سأل المذيع بعد كده عن اللاعبين، يعني هو سأله على حسام حسن وعن لعيبة تانية كتير يعني، ولكن اللي لفت نظري لما جه سأله عن ابو تريكة قال ده نجم كبير وشخصية محترمة جدا ومؤدب، وعمري ما شفته منه حاجة وحشة في تعامله معاه يعني، غير انتمائه السياسي اللي خسره كتير من محبيه في كرة القدم. طيب يعني انا مش عارف الصراحة، هو كان من المفترض يقول كده او عادي ان هو يقول كده، ولا كان قال كلمة طيبة عن الراجل وخلاص وسابه في حاله؟ ولا انتوا ايه رأيكم؟ برضه ممكن تقولوا لي في التعليقات. انا اعتقد ان هو ما كانش من المفترض ان هو يقول الحتة الأخيرة دي، كان قال ان هو راجل كويس وشخصية محترمة ومؤدبة وخلاص. يعني ما كانش يتطرق لموضوع اللي هو ممكن يكون طبعا عامل له أزمة كبيرة في حياته. طيب دخل على شيكابالا، قال له ايه رأيك في شيكابالا؟ قال ان شيكابالا كان نفسي في مسيرته ان هو يكسب الجمهور، اهلي وزمالك. ودي طبعا انا اتفق فيها معاه، لان من الحنكه ان لاعب كره القدم خصوصا لما يكون مشهور ان يخلي الجمهورين يحبه، اهلي وزمالك، زي ناس كتيره يعني. يعني قال ان اخر ماتش ليا اهلي وزمالك، جمهور الزمالك كان بينادي لي، كان بينده عليا، وكان بيقابلني في الشارع. الجمهور نادي الزمالك كان بيقابلني في الشارع وكان بيحبني ويقدرني، وكان كل الحب متبادل ما بيننا يعني. وقال ان دور اللاعب في الملعب انه يبسط جمهوره ولكن ما يستفزش الجمهور المنافس. طيب دي كل يعني ملخص للساعتين اللي اتكلم فيهم حسام غالي مع في برنامج البودكاست، وكل التصريحات اللي قالها دي كلها اللي قلبة السوشيال ميديا رأسا على عقب، والناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده. انا مش عارف يعني حسام غالي ليه صرح التصريحات دي، ما كانش لها لازمة خصوصا في التوقيت ده، ولكن هو طبعا يتحمل عواقب التصريحات اللي قالها دي. احنا عايزين نعرف بقى ليه حصلت المشاكل دي، وايه المشاكل اللي ما بين حسام غالي والخطيب ومجلس الإدارة. يعني هو ليه بيقول الكلام ده كله؟ في برنامج الماتش مع إيهاب الكومي على قناة صدى البلد رصد وقال أسباب انقطاع حسام غالي عن حضور اجتماعاته. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان حسام غالي في اخر فتره مش بيحضر اجتماعات مجلس الاداره، فهو بيقول اسباب انقطاع حسام غالي عن حضور اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط. ايه هي الاسباب من وجهه نظر ايهاب الكومي على قناه صدى البلد في برنامج الماتش؟ اكيد ليه مصادر يعني، اكيد 100% احنا عارفين ان في مشاكل ما بين حسام غالي والخطيب ومجلس الاداره، ده يعني حاجه متفق عليها، ولكن الاسباب غير معروفه. ولكن ايهاب الكومي في البرنامج ظهر الاسباب واعلن عن الاسباب بتاعه المشاكل اللي ما بين حسام غالي ومجلس الاداره.
قال إن حسام غالي كان يأمل في منصب نائب الرئيس عقب رحيل العامري فاروق، وشهدت الفترة الماضية سباق خاص بينه وبين خالد مرتجي القائم حاليا بمنصب نائب الرئيس. ده أول سبب. السبب الثاني، تم تهميش حسام غالي داخل لجنة تخطيط خلال الفترة السابقة، وخاصة إنه كان ضد الصلاحيات الواسعة لمارسيل كولر المدير الفني الأسبق للفريق، وتحفظ على بعض الأمور. ده السبب الثاني. طب إيه السبب الثالث؟ إنه لم يتم استطلاع رأيه عند اختيار خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق بالفريق، والذي جاء بترشيح من أسامة هلال رئيس لجنة السكاوتنج وبدعم من خالد مرتجي، وهو ما أثار حفيظته على الأمور. السبب الرابع أن حسام غالي كان على علم بخروجه من قائمة الكابتن محمود الخطيب، والمقرر لها خوض الانتخابات القادمة. فدي أربع الأسباب الرئيسية عن أسباب انقطاع حسام غالي عن حضور اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. فإحنا كده بالتسلسل قلنا إن تصريحات حسام غالي جت في برنامج البودكاست بسبب أزمته مع المجلس أو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، وكمان سردنا لكم إيه هي الأسباب أو سبب الخلاف ما بينه وما بين مجلس الإدارة الحالي. في نفس اليوم كان في اجتماع ما بين الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، كان الاجتماع ده 4 ساعات. طيب غاب فيه الأستاذ محمد الغزاوي وحسام غالي أعضاء مجلس الإدارة. طيب الأستاذ محمد الغزاوي كان حاضر الاجتماع بزوم، وحسام غالي كان غايب بسبب المشاكل اللي ما بينه وما بين مجلس الإدارة. الاجتماع جاء بخصوص الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي، تمام، واللي حققت طفرة كبيرة للغاية بإجمالي 8 وكسور مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضا ماليا قدره 45 مليون جنيه. ولكن المفاجأة كانت بعد الاجتماع بنص ساعة. بعد الاجتماع بنص ساعة كانت المفاجأة دخول الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأبلغ المجتمعين بخبر صادم، بيان سلموا لي الكابتن الخطيب وطالب بتسليمه إلى الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي لنشره على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وهذا البيان يفيد عدم ترشح الخطيب للانتخابات القادمة نظرا للظروف الصحية. وفقا للقاهرة 24 نشروا الخطاب اللي بيعتذر فيه الخطيب لترشحه لرئاسة النادي الأهلي. يعني أنا مش عارف يعني مصدرهم إيه، ولكن اللي إحنا عارفينه إن هو اعتذر. كابتن الخطيب فعلا قدم خطاب اعتذاره لترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الدورة القادمة. ولكن أنا يعني هسرد لكم أو هقول لكم إيه مضمون الخطاب اللي منشور على القاهرة 24. إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية، أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العظيم على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. فما تحقق ليس مجهودا فرديا، وإنما جهد جماعي، لولا لما حقق النادي كل ما وصل إليه. ونظرا للحالة الصحية التي أمر بها، والتي تحتاج إلى الراحة التامة والابتعاد عن الضغوط، فإنني قررت ترك مدة كافية قبل انتخابات النادي لإعطاء فرصة لمن يريد أن يستعد لخوض الانتخابات لخدمة النادي الأهلي وجماهيره. أثق كل الثقة في قدرات وخبرات كل الموجودين لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة بغيابي عن النادي، وأثق في قدرتهم على تحمل كافة المسؤولية. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أناشد أعضاء الجمعية العمومية من النادي الأهلي بالوقوف وراء النادي، سواء في الجمعية العمومية المرتقبة يوم 19 سبتمبر الحالي أو خلال فترة الانتخابات. وداعا بيتي النادي الأهلي. إمضاء محمود الخطيب. هو ده الخطاب اللي نشره
القاهرة 24 على فيسبوك وعلى المنصات الرسمية بتاعتهم. فيعني مجلس أو أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا قرار بعدم نزول البيان لمحاولة إقناع الخطيب بالتراجع، ومحاولاتهم كانت فاشلة بالتواصل مع الخطيب، تليفونه مقفول، محدش عارف يوصل لحد من أهل أو من بيت الخطيب. يعني حتى الآن محدش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده، هل هيقدروا إن هم يقنعوه بالتراجع عن القرار ده ولا لأ؟ يعني لسه الموضوع مش رسمي، والنادي الأهلي ما نشرش حاجة رسمية بخصوص الخطيب واعتذاره عن عدم ترشحه في الدورة القادمة لرئاسة النادي الأهلي. لسه الجديد، لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. ان شاء الله لو في اي اخبار جديدة على طول هنطلع مع بعض ونشرحها ونسردها مع بعض ونتناقش على كل الاخبار الجديدة. معلش الفيديو طويل شوية ولكن مليان احداث، وحبيت ان انا اشرح لكم الموضوع من بداية الموضوع وايه اللي حصل بالتفاصيل عشان الناس تبقى ملمة بالموضوع كله. وفي النهاية يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك المقطع ما تنساش ان انت تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.